يا جماعة بجد ارحموني وكفاية هبد وكفاية كلام في الموضوع ده، لان بجد الموضوع بقى رخم ان انا افضل اسبوع يجيلي اسئلة زي اللي انتوا شايفينها دي وارد عليكم واحد واحد. انا النهاردة هكلمكم عن كل حاجة تخص الاكسجينو وليه بسميه الساحر وهو بيعمل ايه وما بيعملش ايه. لو انتوا اول مرة تشوفوني انا علاء جمال سكين كير اند هير ثيرابيست، ويلا بينا اعرفكم عن الاكسجينو. جلسة الاكسجينو او جلسة الاكسجينو هي فعلا سحر، بس سحر بالنسبة لايه؟ زي ما انتوا شايفين كده عميله بعتالي ان البوست ده في مركز من المراكز في القاهره حاطه بتقول جلسه الاكسجينيو هي السحر وهي اللي هتبيض بشرتك 3 درجات عن لون بشرتك الحقيقه، وبتقول لي هل فعلا هي بتعمل كده وليه سعر الجلسه عندها ارخص من سعر الجلسه عندك. اولا جلسه الاكسجينيو فعلا بتفتح البشره، بس ما فيش حاجه اسمها بشرتك هتفتحها 3 درجات، هو مش فيس اوف. انت مش هتدخلي عندي سمره هتطلعي بيضه، ولا هبيض بشرتك وايدك هتبقى غامقه. امال جلسه الاكسجينيو بقى فكرتها في ايه؟ عارفين فكره لما يكون عندك تيشيرت ابيض كده ومنور وبعد سنه التيشيرت بدا يصفر وتقومي جايه بعد سنه نقعاه وحطاه في كلور وحط عليه شويه حاجات كده تفتحه وتطلعيه فيرجع يفتحها تاني؟ هو ده اللي بيحصل لو انت عندك اثار ميك اب تحت الجلد، بقالك فتره ما بتغسليش بشرتك، عندك اوساخ، عندك اتربه، عندك دهون، كل حاجه وحشه متكونه تحت الجلد. لما بنفور الكبسوله بتاعت الاكسجينيو على البشره بتفضل تعمل فايبريشن كده وبتدخل تحت الجلد، علشان كده مسميينه تكنولوجيا التكميل اللاجروحي، وبتسحب كل الحاجات دي عن طريق بارس وحاجات بتطلع اثناء الجلسه. وطبعا اللي عمل الجلسه دي عارف نتيجه جلسه الاكسجينو. ليه بقى جلسه الاكسجينو عندي اغلى من الثمن اللي هو محطوط قدامكم ده زي ما هي سالتني؟ اولا كبسولات الاكسجين او الاكسجينيو في منها نوع اوريجينال وفي منها نوع مصري. النوع المصري ما بيديش اي ريزلت او اي افكت خالص، انا دايما بشتغل بالنوع الاوريجينال. مش بس ان انا بشتغل بالنوع الاوريجينال، ده في نوعين كبسولات عندي هنا في المركز، منهم كبسولات اسمها الديتوكس مش موجوده عند حد في مصر كلها. وليه بقى مش موجوده عند حد في مصر كلها واشمعنى انا الوحيده اللي عندي والتاجر عاملها لي مخصوص؟ لا، النوع ده جاي لي مخصوص من كوريا، حد كان نازل من كوريا وهم طبعا اصل الاختراعات واصل الكبسولات، فجاب لي معاه عبوات فيها الكبسولات بتاعت الديتوكس والليميتد وكذا انواع كبسولات كتير قوي جابها مخصوصه ليا. فبالتالي الكبسولات دي كمان بقت انا الوحيده اللي شغاله بيها. بره في مراكز القاهره ما بيعملوش جلسه تنظيف عميق قبل الجلسه. انا الجلسه معايا بتقعد من ساعه لساعه ونص، لازم اعمل لك تنظيف عميق واشيل لك الرؤوس السوداء والدهون والرؤوس البيضاء. ما ينفعش ان انا اعمل لك جلسه نضاره واخليها تنور وتفتح وتلمع يكون فيها هايلايت كده باين زي الشمس وانت عندك رؤوس سوداء وبيضاء. بالعكس انا كده هبين في المساوئ بتاعت بشرتك، مش هديكي المميزات. الخطوه اللي بعد كده بقى جلسه الاكسجينيا عندي في مركز تشايني بتبان نتيجتها من اول مره، لان احنا بنستخدم في الجلسه سيرومز ومحاليل نضاره وتفتيح، نتيجه فوريه بنسبه 100%. كل ما بشرتك بيهدى بشرتك النتيجه بتبان بنسبه 200% 300% وتوصل لحد 500%. وطبعا الناس المدمنه اللي بتعمل جلسه الاكسجين وجربوها وجم عندي هنا مش بيبطلوها. تعالوا نورونا في مركز تشايني وشوفوا النتيجه بتاعت جلسه الاكسجينيو. وكمان كان حد سالني وقال لي هل هي بتعمل تقشير؟ هي بتشيل خلايا الجلد الميت، لكن لما بتطلعي مش بيبان ان في قشر، لكن هي بتجدد خلايا الجلد الميت وكمان بتشد البشره. ما تنسوش تنورونا. العنوان بتاعنا الزقازيق بجوار موقف المنصوره، برج كاميرات المراقبه، مركز تشايني الدور الرابع. تعالوا اعملوا جلسه الادمان. مع السلامه.